مرحبا، تحياتي للجميع. الكلاسيكية الحديثة في الفن التشكيلي. قد يبدو من المسلم به أن الفن التشكيلي المعاصر يتمثل أساسا بالمدرسة الانطباعية وظهورها، حيث أنها ظهرت في النصف الثاني من القرن ال19، إلا أنه من المناسب الإشارة إلى التيارات والمدارس الفنية فيما قبل الانطباعية، والتي تشكل تمهيدا لفهم تلك التيارات اللاحقة على تعددها. بالواقع أن ظهور الكلاسيكية الحديثة كان في القرن ال18، وفيما يعني قبل هذه المرحلة شهدت أوروبا والعالم الغربي خلافات بل صراعات عاتية بين أتباع المدارس الفنية التي كانت تستوطن المشهد الثقافي آنذاك، وأعني بها الكلاسيكية والرومانسية والواقعية. أما فيما يعني الكلاسيكية الحديثة فقد انبثقت لتعكس الأسس الفكرية للحركة التنويرية، وانطلاقا من الاعتبار أن الخلافات التي كانت مستعرة بين أتباع هذه المدارس الفنية التشكيلية لا يمكن فصله عن طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها التي كانت تلعب على مسرح الأحداث في أوروبا آنذاك. عانى المجتمع الأوروبي من تحولات وتغييرات متعددة بتأثير من الثورة الفرنسية عام 1789 وحروب نابليون والنظرية المادية والاقتصادية والتناقضات الاجتماعية وغير ذلك. وقد مثلت الكلاسيكية الحديثة شكلا يمثل رد فعل على زخرفة الباروك، وتبلورت كحركة تستمد من الفن القديم متمازجا مع فكر التنوير أسسا لكينونتها. ولما كان لانبثاق النزعات والرؤى القومية على اختلافها والتأثر والتأثير الذي أداه الانفتاح على بلاد وثقافات ومجتمعات أخرى خارج أوروبا والغرب وغير ذلك، كل هذه الأمور وغيرها انعكست على مظاهر العمارة والمعامل والأسواق في المجتمع الأوروبي، وانعكست على تمظهرات الحياة الاجتماعية الأوروبية، وأثرت في بنيتها وثقافتها وحياتها الاجتماعية والاقتصادية. وعلى ما ذكرنا، فإن الصحوة القومية في البلاد الأوروبية وانبثاق الانفتاح على الشعوب والبلاد والثقافات الأخرى تبلور بالانعكاس على كثير من مظاهر الحياة الاجتماعية، ومنها الرسم والنحت والفنون التشكيلية على اختلافها، وأدى هذا إلى انعكاس الفن وفقا للإطار المتمثل بالكلاسيكية اليونانية والرومانية، على اعتبار تمثل هذا النموذج الثقافي التاريخي كإطار يحدد طبيعة الانتماء التي تفرضه النظريات القومية إثر صحوتها في الغرب على ما ذكرنا. وفي الوقت الذي كانت فيه أوروبا وانطلاقا من تشبعها بالثقافة اللاتينية قد تبلور فيها حس الحضارة، انطلاقا من الثوابت العقلانية لتلك الثقافة، كنا نجد أن البلاد الشمالية في أوروبا بعد أن ظهر فيها التمسك بتراثها البروتستانتي كانت أكثر اعتمادا على أعرافها وتقاليدها ومنطلقاتها الخاصة والتمسك بها. وبالواقع كان هناك سعي أوروبي لا سيما في الشمال للوقوف بوجه الكلاسيكية وتقاليدها عبر الاهتمام المتزايد بكبار فناني الشمال في القرن ال17 من أمثال رامبراندت وفيرمر وغيرهما. ومع التوجه للعودة إلى الجذور التاريخية ظهر في أوروبا انبثاق لطاقات الشعور
والتحول الموضوعي. كان يمثل بداية ومنطلقا ودفعا للرؤى التي قادت الفن الغربي في القرن العشرين نحو آفاق جديدة واسعة وشاملة. ولا يمكن تجاوز الحركة الفنية التي سبقت الانطباعية على ما ذكرناه آنفا، لأن الانطباعية كانت تتبلور على اعتبارها التيار أو المدرسة الأولى التي طرحت بعنوان الحداثة الفنية التشكيلية. ولا يمكن تجاوز هذا الأمر دون الإشارة الإلماحية على ما ذكرنا إلى الكلاسيكية الجديدة وما أتى من بعدها من مدارس وتيارات وصولا للانطباعية. تمثل الكلاسيكية الحديثة حال كونها الحركة الفنية التي سبقت الرومانسية وعاصرتها، بل وتواءمت معها بطريقة أو بأخرى رغم التناقضات الظاهرية والاختلافات المثالية التي تطرحها. وقد يبدو من المفيد الإشارة إلى أن الأفكار الفلسفية في القرن الثامن عشر كانت تتراوح بين العقلانية والعدائل العقلانية، وقد أثر هذا الأمر بالتيارات والمدارس الفنية التشكيلية المعاصرة. فكانت هذه التيارات والمدارس تقترب من المفاهيم الكلاسيكية العقلانية من جهة، أو تبتعد عنها وتتقرب من المفاهيم المناقضة لها من جهة ثانية، وكانت تتخذ من الخيال مصدر ومنطلق لها، حيث تجعل للشعور قصب السبق على العقل. وهذا أنتج نوعا من التردد والعجز في الاختيار بين مختلف الأساليب، الأمر الذي أدى لخلق حالة من التلفيق الذي وسمت فيه الكلاسيكية الحديثة. وعلى الرغم من المنحنى الذي اتخذته الكلاسيكية المثالية والذي كاد أن يصل بها إلى الانهيار والزوال في القرن التاسع عشر، إلا أنها عادت ونشطت في النصف الثاني من ذلك القرن، خصوصا مع الطراز الإمبراطوري، كما امتدت لتجد لها مكانا في القرن التاسع عشر، وقد تبنت فرنسا هذا المنحى خصوصا مع نابليون. والواقع أن هناك آراء متعددة تناولت الكلاسيكية الحديثة تشرح وتعتمد على المذاهب المتناقضة في المنطلقات أو النتائج، مع أنه كان هناك نوع من التوافق على اعتبار أن الكلاسيكية الحديثة كانت تمثل نوع من الرفض لطراز الركوكو الزخرفي المزركش، وبالمقابل تجدها تسعى للالتزام بالروح العلمية والعقلانية، وأن تستمد رؤاها ومقارباتها من الروح العقلانية والمنطلقات القديمة السليمة. غير أن هذا الأمر انعكس على الكلاسيكية الحديثة بموقف بعضهم منها موقفا سلبي، وذلك لاعتبارهم أن الأسس التي تتمثل فيها الكلاسيكية الحديثة تعيدها للقديم والتقليدي المتجاوز، والذي يمثل نوع من المثالية ويزرع فيها روح الرومانسية. هذا وقد كانت الكلاسيكية الحديثة والرومانسية قد اعتبرتا العودة إلى العصور الماضية يشكل لبنة أساسية للإحياء والتحديث، إلا أن هذه النزعة باتجاه القديم قد تبلور بعنوانين: الأول على الكلاسيكية القديمة اليونانية والرومانية، فيما الثاني قد تمحور على الاستقاء من المسيحية الوسيطة الرومانسكية والقوطية. من ثم إذا أردنا أن نتخذ فن العمارة كأساس لتسليط الضوء بهذا الاتجاه، يبدو فن العمارة المبلور لما كانت الكلاسيكية الحديثة تحث في طلبه من عودة للعقلانية والرؤية التي تعنى بالطبيعة، ذلك أنه في العمارة تلتقي التكوينات الداخلية من طراز الركوكو مع الواجهات الخارجية الكلاسيكية. وعلى هذا فقد طمست الأشكال المنحنية والملتوية لتحل محلها الخطوط المستقيمة الصافية المميزة لطراز العهد الإمبراطوري،
وقد كان أن تبنى نابليون هذا النمط الفني وعمم الرأي حوله على اعتباره الطراز الرسمي الواجب للاتباع في جميع الأشكال المعمارية. هذا فيما يعني العمارة. أما فيما يعني الرسم فقد عكس في تقليده الرسمي أي البرجوازي تطورا مماثلا، فاعتمدت الكلاسيكية الحديثة بالبدء على الخطوط الصارمة والألوان الرصينة بعيدا عن الاختلاجات العاطفية أو الشعورية، وقد تم من خلالها معالجة وتناول الأساطير اليونانية والرومانية القديمة وبألوان متدرجة صلبة البنيان بالغة التجسيم أقرب ما تكون إلى حال كونها تماثيل ومنحوتات بسبب الجذب والرصانة والتحديد والمثالية. هذا ويمكن أن نشير إلى أن هذه الرصانة الصارمة باتت نوعا ما أكثر حراكا ولينا مع دافيد، أحد أبرز فناني الكلاسيكية الحديثة وغيره، فقد بدا الحال مع هذا الفنان وكأنه يتخذ منهجا أكثر ليونة وأقل صرامة. أما إن أردنا التوجه بالنظر للبلاد الجرمانية والأنجلو ساكسونية فإن عددا من الفنانين تبنوا الأسس الكلاسيكية الحديثة، غير أنها معهم شهدت تبدلات أساسية لعب فيها فهم الشماليين الخاص للثقافة اللاتينية، ومن ثم لعب سعيهم للتخلص من الهيمنة الفرنسية دورا بارزا في نمط تناولهم للكلاسيكية الحديثة. فالكلاسيكية كما رآها الشماليون تعتبر ذات أسس محلية خاصة لا تتناقض بطبيعتها مع الفكر الديني المسيحي، بل لعلها تشكل أسسا ولبنات رئيسية لما يطلق عليه اسم القوطي الحديث. ونختم بالإشارة إلى أبرز فناني الكلاسيكية الحديثة: خاكيس لويس دافيد، جان أوغست دومينيك أنجر، أنجيليكا كوفمان، أنطون رافائيل مينغز، بنجامين ويست وغيرهم. وشكرا ويعطيكم العافية.